السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أكلم حضراتكم على موضوع تدريب الكلاب. إحنا في ناس كتير قوي بتشتكي إن هي ما بتعرفش تدرب الكلب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هي راحت دربته في مكانه بس برضه ما بيسمعش الكلام. دي برضه من المشاكل اللي إحنا بنشوفها أو الناس بتشتكي منها. في ناس بتقول أنا جبت مدرب وبعد ما مشي الكلب ما بيسمعش الكلام. فبرضه دي واحدة من المشاكل. هو العموم يا جماعة، الفكرة مش في إن الكلب راح اتعلم يبقى الناس أثرت أو المركز اتأثر أو المدرب جه يعلمك أو علم الكلب والكلب بعد كده ما بيسمعش الكلام. هي الطبيعي إنك أنت تدرب كلبك بنفسك. ده اللي بيحصل في ألمانيا، الناس بتدرب كلابها بنفسها. فإحنا هنا عشان عندنا قلة الخبرة في عالم الكلاب، وإحنا يعتبر ناس حديثة في تقنية الكلاب، أو في تربية الكلاب. أنا بتكلم على منازل، مش بتكلم على الشكل التجاري. فقلة الخبرة بتبقاش قادر تفهم الكلب. طيب ايه افضل نوع تدريب للكلاب او افضل طريقة تدريب للكلاب اللي هي تنفعك وما تشتكيش منها؟ ان انت تتعلم من المدرب، سواء في مركز او مدرسة او مكان لتدريب الكلاب او البرايفت اللي هيجي لك. لازم انت تتعلم من المدرب هتعمل ايه بعد ما يمشي المدرب. بمعنى اوضح، ازاي تستغنى عن المدرب عشان كلبك يسمع كلامك. ومفيش حاجه اسمها الكلب ما يسمعش الكلام، في حاجه انا مش عارف اخلي الكلب بتاعي يسمع الكلام. اي استفسار عن الموضوع دوت، معاكم الكابتن عبد الكريم.